بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهارده اما نشوف جمعة مباركة علينا وعليكم يا حبيبي. تعالوا ما نعمل حاجة حلوة عشان ان شاء الله بإذن الله كده ما نشتريش حاجة ولا نكلف نفسنا. وهنعمل بلفة الجلاش هنعمل أحلى صينية بقلاوة حلويات شرقية ما شاء الله. بصراحة مش هتتكلف منك حاجة سهلة وجميلة وهنعملها في البيت. شوفوا بسم الله مورقة وجميلة، بسم الله ما شاء الله تطلع حلوة معاكي ان شاء الله. نعملها ولا هتجيب عجين لو ما بتعرفش تفردي العجين بتاعها الرق بتاعها هنعمله النهارده بلفة الجلاش دي يا حبايبي. مش هتاخد مننا وقت ولا حاجة وهتشوفوها معايا دلوقتي. تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم وتعالوا ما نشوف الفيديو الجميل ده. شوفوا مرقه وجميله ازاي. طيب مبدئيا كده لو عندك لفه جلاش، بس اهم حاجه تكون طازه، يعني اهم حاجه لفه الجلاش تكون طازه، ما تكونش مثلا عندك مكسره في التلاجة ولا حاجه. ماشي. طب تعالى نعمل الشربات الاول يا حبيبي. معانا كوبايه وربع سكر على كوبايه ميه. عشان اصلا الشربات هي ما بتسقاش شربات كتير ولازم يبقى تقيل وخفيف زي ما انتم عارفين. لما بتجيلنا كده ده اغلى حلويات بنجيبها ما شاء الله، بتبقى بصراحه شكلها جميل وقيمه. فتعالوا النهارده نشوف هنعمل الشربات ازاي بتاعها عشان يبقى تقيل وبارد. طيب معانا كوبايه وربع سكر، كوبايه ميه، خلاص كوبايه ناقصه عقله كمان. بعد كده هنقلب السكر الاول في اتجاه زي ما انتم شايفين كده عشان ما يجيش على حواف الطاسه او الكسرونه ديت. وبعد كده يا حبايبي اهم حاجه بقى عسل الجلوكوز اللي انتم شايفينه ده. البرطمان ده بيقعد عندك فتره طويله، تجيبيه من محلات بيع المنتجات اللي هي الخامات بتاع الحلويات، يقعد عندك مده طويله. هنحط حوالي معلقتين كبار وهنقلبهم في العسل في السكر اللي هي الشربات ده يا حبايبي. وبعد كده هنعصر عصرة ليمونة، نص ليمونة زي ما انتم شايفين. بعد ما يغلي مع بعضه هنغلي نعصر نص ليمونة بعد ما يغلي زي ما انتم شايفين. هنعد بقى من 4 ل5 دقايق وبعد كده هنطفي عليه. تقيل زي ما انتم شايفين كده عشان هي ما تكتروش الشربات يا حبايبي. كوباية وربع سكر وبعد كده كوباية مية، فاهمة؟ طيب بعد كده معانا لفة جلاش زي ما انتم شايفين جايه طازة. احنا بقى يعني التركية بقى اللي هنعملها عشان يبقى الجلاش طري معانا كده وما يتكسرش مننا. هنبخها كده ببخة مية كده بخاخة زي ما انتم عارفين، ومية نبخها كده الورق عشان خاطر يطرى معانا كده. وبعد كده هنجيب الصينية اللي هنعملها فيها، يعني تكون صينية حجمها صغير عندك زي اللي ممكن مش عارفة بصراحة دي كام، بس هي بتبقى حجمها صغيرة. يعني المهم ان تكون صغيرة على المقاس الجلاش كده. خلاص الهوالك اللي هتطلع في الاول دي مش هنرميه، دي هنبطنها الصينية الاول. دي اللي هنعمل بقى ارضية الصينية زي ما انتم شايفين. دهنا الصينية دهنة بسيطة كده، او والله ما دهنتها لا ما دهناش، لان هتشوفوا معايا اقول لكم الوقت اللي هي بصراحة هتاخد لون حلو ازاي من ازاي وليه. ماشي هوريها لكم دلوقتي. معلش انا مرتبك لان اللي خايفة الواي فاي هيفصل الباقة، فعايزاها ما شاء الله تلحق انزلها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الهوالك دي زي ما بقول لكم اللي طالعه من الجوانب ديت هنفرشها دي ارضيه الصينيه زي ما انتم شايفين، لحد ما هنلم برضو يعني اكترها عشان تعمل ارضيه كده للصينيه، يعني على اتجاهات كده عشان نرجع نقفلها تاني نحط الحشوه في قلبها. عندك حشوه هي عموما معروفه البقلاوه الشرقيه، يعني الحلويات الشرقيه دي معموله بالبندق يا حبايبي، اللي هو البشر والبندق ده. خلاص اهو عندك لو عايزه تعمل سوداني، بس هي بصراحه بيليق على البندق ده. طيب انا كان عندي مجروش زي ما انتم شايفين كده، عملت الارضيه ورشيته كده في النص اهوت. وبعدين غطوا برضو كان لسه عندي كام ورقه كده اللي متقطعين من الجوانب دول هفردهم برضو غطوهم من الحشوه كده. خلاص. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعد ما هنغطي كده الحشوه زي ما انتم شايفين كده هنبتدي بقى نجمع بقى الجوانب اللي هي في الطراطيف دي اللي انتم شايفينها المفروده دي. هنقفل بقى الصينيه بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده. طيب بعد ما هنقفل كده ونلم كل الجوانب ديت كانت طالعه في الهالك دي يا حبايبي. دي عملنا ارضيه للصينيه. معانا بقى اللي احنا معلمين على الصينيه كده ومطلعينها هو حوالي 20 ورقه، لان لفه الجلاش باين 20 او 18. فهتشوفوا معايا دلوقتي اللي احنا يعني عملنا عليها علمنا عليها بالسكينه كده او بالقطر. فما شاء الله دي اللي هنقفل بقى الصينيه بقى. بس بعد ما نقفل دي حلوه كده أرضية الصينية دي هنجيب بقى اللي احنا كنا مطلعينه في الأول خالص، احنا محددينه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. زي ما انتم شايفين كده يا حبيبي، ولا هنورق واحدة واحدة ولا هنعمل حاجة، يطلع معانا ما شاء الله مورق وجميل جدا
هيبقى احلى كمان والله العظيم من الرق. بس لا لا، هو الرق بيبقى برضه حاجه تانية. بس اقول لكم هي يعني احنا مش هبناء، اللي ما بيعرفش يعمله مش هياكل جلاش بتاعي ده يا جماعه بقلاوه. او انتوا عارفين هي غاليه، والصينيه يعني الصينيه الصغيره اللي قد كده بتجي بالشيء الفلاني، بتجي لنا كده قطعه في الحلويات الشرقيه لما بنجيب علبه، بيجي لنا قطعه او اتنين، بيبقى كله نفسه ان هو ياكل منها ويدوق. فاحنا هنعملها بالجلاش النهارده عشان خاطر ان هي ايه، بصراحه غاليه، حلويات اغلى حاجه يعتبر. فالرق بتاعها طبعا محدش بيعرف يعمله هنا، وكمان محدش بيبيعه، لان هو بيتعمل للمصانع فقط لا غير. لفيت عليه ان انا اجيبه مفيش. بس ان شاء الله هنحاول ان احنا نجيب العجين وهنعجنها مع بعض ونجهزها عشان خاطر ايه، نعملها باللي هو العجين بتاع الرق ده. طيب بعد كده يا حبايبي زي ما انتم شايفين، قفلت بقى القطعه اللي احنا كنا مطلعينها كده يعني علمين عليها بالصينيه، قفلناها كويس. دخلنا الحواف كده بالسباتيولا او اي حاجه يكون عندك، يعني ايه، بوز معلقه حتى، اي حاجه. وبعد كده يا حبايبي عندنا القطاعه دي نسيت اوريها لكم. دي القطاعه دي بتشترى من محلات منتجات اللي هي خامات الحلويات، اللي بيتباعوا ايه، المنتجات بتاع الخامات، بيبيعوا كل الاجهزه دي والحاجات دي مع الصواني والقطاعات والحاجات بتاعة الكعك والكلام ده والمناقيش وبتوع حاجات كتير بتوع ملاح الشام والكلام ده. يعني سألت عليها الصراحة قالوا لي موجودة هناك. طيب في الآخر خالص، يعني اللي عايز يجيبها يسأل عليها عند ايه اللي هما بيبيعوا الخامات بتاعة الحلويات يا حبايبي. طيب بعد كده بتاخد معانا حوالي كوباية ونص سمنة. حتى هتقولوا كتيرة، لا هي مش كتير. هي بصراحة آه هتاخد كفايتها، وبعد كده هنصفيها. لو فاض منها قبل ما نحط الشربات بتاعها بعد ما تدخل الفرن هنصفي الباقي. بس طبعا انا جيت اصفي، عملت لها تيست كده وجيت اصفي وما لقيتش فيها بصراحه. هي استكفت خدت يعني حوالي كوبايه وربع مني. يعني لو عايزه تحط كوبايه ونص، والزيت يبقى صفيه في الاخر قبل الشربات. بعد ما حطينا بقى وسيبها 10 دقايق عما تتشرب كده ايه، الجلاش ده يتشرب السمنه. ما تحطهاش دخلاش الفرن على طول، يعني سيبها شويه وبعد كده دخلها الفرن. هي الصراحه خدت منه لون، المفروض ما تاخدش لون بصراحه. هنولع من تحت في رف اوسط، وبعد كده هي هتاخد لون من تحت. ما تولعش الشوايه عشان ما تاخدش لون. انا بصراحه ما ولعتش الشوايه، بس انا عين غفلت على ثواني اخد اللون ده. المفروض ما بتاخدش لون يا حبايبي. بعد كده معانا الشربات بارد وتقيل زي ما انتم شايفين كده، ومش هنكتر ومش هنحط كتير، لان أنا بصراحه لما بنيجي ناكلها ما بيبانش عليه. لو وصلتوا معايا المقطع ده حط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي لسه ما اشتركش في القناه بتاعتي وشايف القناه دلوقتي، يا ريت ينزل يشترك، دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرحنا. خلاص، حاجه حلوه وحاجه جميله اعمليها، مش بتتكلف حاجه، بلفه جلاشه تعملي الحاجه العظمه الجميله دي. وبصراحه طالعه مورقه وجميله جدا، هتشوفوها معايا دلوقتي. يعني بصراحه ولا اجدعها يعني حلواني يعملها. هو ما بيعملوها بالرق، بس احنا عملناها بالجلاش النهارده. احنا ان شاء الله يعني مفيش حاجه اسمها مستحيل معانا. لازم يعني ده ترند جديد يا حبايبي. قلت ان انا اعملها، نفسي ان انا اعملها. طبعا مش عارفه اجيب العجين الرق دوت، فقلت ان انا اعملها. ما شاء الله من كتر ما هي مورقه زي ما انتم شايفين. شوفوا اخد لون جميل، ارضيتها اخد لون حلو قوي قوي، ومورقه وجميله وما شاء الله ايه يعني بصراحه. ما كنتش متوقع ان هي تطلع كده الصراحه، بصراحه من كتر حلاوتها. يعني مش مصدقه ان هي طالعه بالطريقه واللون الجميل ده. وشوفوا بقى النطرة ازاي، وما شاء الله. والجلاش مش متجلد ولا حاجة، لا لا، بصراحة جميلة جدا. جربوها يا حبايبي، ان شاء الله مش هتندموا. حاجة حلوة، ونعمل اهي حاجة حلوة لأولادنا. شوفوا التوريقة جميلة جدا. يا رب الفيديوهات بتاعتي تليق بيكم النهارده وتبقى عند حسن ظنكم. ويا جماعه تفعلوا مع الفيديوهات عشان خاطر تحسب لنا مشاهدات باذن الله للقناه، عشان القناه تستفيد. شوفوا مورقه ازاي، والله مورقه ودايبه دوب ما شاء الله. يا رب كده فيديوهات من اعجابكم النهارده وتبقى عند حسن ظنكم. اشوفكم دايما على خير، مع السلامه.